مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبأفضل حال يا رب. النهاردة راجع لكم بوصفة جبارة بدقيق ومية، بس هنعمل احلى عيش لللانش بوكس وترتاحي بقية الاسبوع. بصوا، مفيش اسهل من كده ومفيش اجمل من كده. هيطلع معاكي في منتهى الجمال ولو حتى اول مرة بتعملي معجنات. يلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على الرسول. اول حاجة هجيب بولة وهجيب فيها كيلو دقيق. لو انتي حابة تجربي في نص كيلو مفيش اي مشكلة، وانا بفضل كده بصراحة ان انا اجرب في نص كيلو الاول، وبعد كده لو الوصفة طلعت معايا حلوة اكررها تاني واجربها تاني. بعد كده حطيت عليها معلقتين من الخميرة، معلقتين صغيرين، ومعلقة ملح ورشة سكر. وهبدأ ان انا احط مية، وانتوا عارفين ان احنا قايلين اي نوع دقيق بيختلف تماما عن النوع التاني. وعلشان كده بنزل بكوباية مية، وبعد كده بنص نص لحد ما احصل على عجينة متماسكة زي ما انتوا شايفين. وفي نفس الوقت بتكون بتلزق شوية. ليه؟ علشان انا ما حطيتش اي نوع دهون، ولا حطيت زيت ولا سمنة. سبتها تختمر تماما، خدت معايا ساعة علشان الجو بدأ يسقع شوية. وبعد كده هجيب صينية واديها رشة دقيق واقطع عليها العجينة. بقطعها بقى على حسب ما انا عايزة. انا عايزة عايزة يعني رغيف العيش كبير او صغير على حسب. انا عايزاه زي اللي انا بجيبه من بره، فانا قطعت العجينة اكبر من البيضة شوية. زي ما انتوا شايفين كده العجينة بتتفرد حلو جدا علشان هي مرتاحة. طبعا لو لقيتيها بتلم معاكي تاني كل ما بتفرديها اعرفي ان هي مرتاحتش. اهم حاجة تغطي العجين علشان الوش بتاعه ما ينشفش معاكي. وبعد كده هبدأ ان انا افرد وارصه على صاج. الصاج ده لازم اول دور لازم تديه رشة دقيق، لان انا عملت قبل كده وما رشتش رشة الدقيق ولقيته لزق معايا. فطبعا يفضل اول حاجة ان انتي تديها رشة دقيق. وبعد كده جبت فوطة نظيفة وبدأت ان انا ارص طبقة فوق طبقة. يعني عملتهم كلهم على صاج واحد بس ما حصلش معايا اي مشكلة. اهم حاجة بس اول دور تديله رشة دقيق. بعد كده جبت قلاية على النار، طبعا اشتغلت باتنين علشان انجز وقت، لان القلاية بتاخد واحدة بس مش بتاخد اتنين، فهتاخد معانا وقت اطول. فيفضل طبعا ان انتي لو قلاية كبيرة واسعة تاخد معاكي اتنين او تلاتة تشتغلي على كده يبقى احسن. سخنت القلاية كويس جدا، وبعد كده وطيتها على نار هادية خالص. وبدأت ان انا احط العيش معايا زي ما انتوا شايفين كده. واول ما احس ان الظهر بتاعه يعني اتشمع كده، بس يعني النار شمعته يعني ايه مش لسعته، لونه اتغير كده، ببدأ ان انا اقلب للناحية التانية. وبقلب كل شوية، بقلبه وبحركه من الجهة التانية للجهة التانية لحد ما يتنفخ معايا زي ما انتوا شايفين. عايزة تديله لون بقى اللي انتي عايزاه، حابة تديله لون. دي القلاية التانية اهو، كنت حاطة في القلاية التانية يعني. وببدأ ان انا احركه كده لحد ما اخلص كل الكمية. طبعا يا ريت ما تنسونيش بقى في لايك. لو لسه ما عملتيش لايك لحد دلوقتي يا ريت تعملي لي لايك، ولو عجبك الفيديو تعملي لي شير عليه كتير عشان يوصل لاكبر عدد. بعد كده هكمل كل الكمية زي ما انا قلتلكوا. ببدأ ان انا اضغط بالسباتولا كده على الاطراف علشان يتنفخ معايا كله، ان انا كده بساعده. انا بساعد بس ان الرغيف يتنفخ معايا. بصوا ما شاء الله عليه. كمان ما خدش معايا وقت، وكنت عملت كمية حلوة جدا من كيلو واحد. طبعا انت لو بتشتري الكمية دي من بره عمرها ما هتتجاب بتمن كيلو دقيق اللي انت عملتيه. ما خدش معايا مجهود، ما خدش معايا تعب. ما وقفتش كتير في المطبخ، انا يا دوب بس عجنته وسبته ارتاح، بعد كده فردته وسبته برضو ارتاح تاني. كنت بجهز اي حاجة في الشقة، يعني مش واخد يومي كله او وقتي كله. وبعد كده خلصته كله وما خدش معايا وقت برضو. وبدأت ان انا اشيله في الفريزر يقعد معايا الاسبوع كله.
وزي ما انتوا شايفين وعارفين الاسعار دلوقتي اوفر جدا. فليه؟ علشان ايه يعني؟ احنا نعمل في بيتنا على الاقل احنا عارفين احنا بنأكل ولادنا ايه. هخلص بقى كل الكمية بالنظام اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى، طري طري حلو قوي قوي. واول ما يبرد معاكي كمان واول ما تطلعيه غطيه علشان يفضل طري كده، وشيليه في الفريزر على طول. يعني حطي في شنط بلاستيك او كيس واقفليها على طول وشيليها في الفريزر. هخلص بقى كل الكمية زي ما انتوا شايفين، سهل وبسيط، مخدش معايا وقت خالص، وطلع معايا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بصوا طري وحلو جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بقى في لايك واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو انا بعمله. ويا ريت تعملوا لي شير لو عجبكم الفيديو. استنوني في فيديو جديد. السلام عليكم.